ازيكم عاملين ايه؟ انا ايه الجلاد. انا صيدلانيه و ترينر وسيرتيفايد لايف كوتش. انا جاي اعمل ايه؟ انا هقول لكم 3 ايات قرانيه وبعدها هنتكلم بالتفصيل. اول حاجه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا لما خلقنا للعباده، والعلماء قسموا العباده دي 3 اقسام: عباده الهويه، عباده ظرفيه، عباده ليها علاقه بالوقت. عباده الهويه يعني انت غني، فأول حاجة مفروض عليك تعملها كعبادة لوجه الله إنك تنفق المال للفقراء. عبادة ظرفية، ابني تعبان دلوقتي فعبادتي الأولى لوجه الله إن أنا أرعاه. عبادة ليها علاقة بالوقت اللي هي عبادة الصلاة والصوم والصيام وكده. أمال أنا كلايف كوتش، فهويتي هي لايف كوتش، وعبادتي لوجه الله الأولى إن شاء الله إن أنا أساعدك إن أنت تحدد هدفك، تعرف التحديات اللي ممكن تقف قصادك إزاي تتخطاها. انت واقف عند السلمه دي وجاي تقولي انا عند السلمه دي وعايز اطلع للسلمه دي، الفجوه او الكام سلمه دول انا هساعدك نطلعهم مع بعض ونيسر على بعض الموضوع ده ان شاء الله. تاني ايه قرانيه: وجعلناكم خلائف في الارض. ربنا لما خلقنا عشان نعمر الارض. والبناء ده نوعين: بناء معنوي وبناء مادي. البناء المادي طوبة فوق طوبة وأسمنت وعماير وكتير، لكن إن شاء الله أنا هساعدكم في البناء المعنوي. بالاستعانة بالله مع بعض هنتكلم إزاي أبني علاقة قوية بيني وبين نفسي، بيني وبين شريك حياتي، بيني وبين ولادي. إزاي أعرف أصلا أربيهم تربية صحيحة وتكون في الآخر خالص تربية سليمة، ونوصل مع بعض لحياة فيها هدوء وسلام ورضا. الآية الثالثة: لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اوعى تفتكر ان انت كل مرة تعمل نفس الخطوات ونفس التريكات وهتوصل لنتيجة مختلفة. عشان توصل لنتيجة مختلفة لازم تتغير، والتغيير ده قرار منك انت. طيب هتيجي تقولي انا مش عارف، او انا عايز، او انا استك، او انا في قصادي حاجات كتيرة قوي مخوفاني. تعالى مع بعض نعرف المشكلة هي ايه، نعرف ايه التحديات اللي قصادنا، ونبدأ نشتغل عليها واحدة واحدة بإذن الله.